بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي في كل مكان. انا بقى ايه النهارده؟ يعني شوفوا الفيديو اللي مش عارفه هيعجبكم ولا لا ده اهو، بس هيعجبكم ان شاء الله. يعني ايه هو؟ عاوز اوريكم بس بعد التكنولوجيا دي كلها بنعمل العصير بايه؟ عصير برتقال مركز طبيعي جميل، يعني من فات قديم وتاه فعلا يعني. شوفوا بعد التكنولوجيا دي كلها عملت انا العصير بالعصاره البلاستيكه ده هيك الجميله دي. يعني ما اقولكوش على العصير شكله ايه اهو، شايفين الجمال؟ شايفين عصير مركز، لا ميه ولا سكر ولا اي حاجه، وتخزنيه لرمضان ان شاء الله. ده كمان يعني ايه، حطينا البرتقال مع الجزر المسلوق وحطينا البرتقال في اكياس قشرناه، وده كمان عصير بقى مركز بس بالعصاره دي. يعني ما تقولوش ده مش عارفه ايه لا، هي العصاره دي عملت البرتقال الجميل ده اهو. ولا هي متعبة على فكرة يعني، ولا هي متعبة، ولا هي يعني ايه تضايق ولا اي حاجة خالص، في ثانية في سريعة والله. في منها ازاز وفي منها على فكرة في العصارات اللي هي اللي طالعة جديدة قوي قوي دي اجدد حاجة في السوق، اللي هي تحط البرتقالة وتتني عليها، مش عارفة نوعها حاجة كده. جبناها ورجعناها وخسرنا فيها 20 جنيه على فكرة عشان نرجعها تاني. شكلها ومنظرها والاعلان بتاعها ايه، مغري مغري. انا بقى عملت البرتقان اهو من 3 كيلو بنفس العصارة الصغنونة الحلوة دي. يعني بقى اوريكم اللي ما عندوش عصارة ما يعملش عصير برتقال، لا يعمل عصير برتقال اهو، جميل خالص. وحتى شوف البرتقانة مقسومة نصين طالعة ناشفة ما فيهاش اي حاجة خالص ازاي. ده برتقان بلدي، وعملت الكمية اللي انا عاوزاها وبعمل بيها على طول على فكرة، وحلوة ومرتاحة ليها وكل حاجة. هذا العصيرة الجميلة اهو اهو. وطبعا بقى البرتقال، في برتقال بيبقى ايه ده برتقال بلدي 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 يعني. في برتقال بيبقى ايه في إيه يعني ايه بدمه شويه كده، بيبقى حلو قوي بحبه قوي. بدور عليه في السوق عشان اجيبه ان شاء الله. بيبقى جريب فروت كده طبيعي. وده برتقال عصير طبيعي خالص اهو. اللي ما عندوش يتكل على الله ويجيب العصاره ام 5 جنيه دي، ده ب5 جنيه من قديم الازل يعني. زمانها دلوقتي بقت ب15 جنيه، حلوه برضه. والله فيديو جميل. يعني انا بعملاه للي ما عندوش عصاره زي حالاتي كده. بلا تكنولوجيا بلا بتاع، وادي كوبايه عصير برتقال محترمه اهي، طبيعي مركز من غير اي اضافات خالص. احنا بنشربه من غير سكر، انا بشربه من غير سكر يعني. عاوز تحط فيه سكر يبقى جميل للضيوف. طب والله سريع للضيوف، ولا كهرباء ولا عصاره كهرباء ولا مش عارفه ايه. وادي اكياس اهي، كيسان حلوين اهمت من 3 كيلو تقريبا، من 3 كيلو او 2 كيلو ونص كده. كده خلاص خلص العصير، نبدأ بقى نعمل شوية شيبسي محترمين. شيبسي بمعنى شيبسي يعني للأطفال. بدل ما تشتروا لهم الأكياس اللي هي فيها الكيماويات والحاجات اللي مش عارفة ايه دي حاجات يعني. هي اقول الفيديو ده يعني مش جديد يعني، بس ايه، تحفيز، تشجيع انك تعملي لأولادك الحاجات الصحية دي. لان فعلا فعلا يعني اهو. برضو دي ب5 جنيه يعني، كده حاجة على قد الايد اهي. دي برضو ب5 جنيه قبل الغلا يعني. انا بس حبيت اعرفكم انا بعمل على ايدي بالسكينه الحاميه دي. ودي هي حلوه ومرقاه وكل حاجه، بس بتكسر اكتر. طبعا حاجات يدويه بقى، دي حاجات يدويه اللي غاوي الحاجات اليدويه. كملتي بقى البطاطسايه طالعه برضو اهي. وطبعا في اللي هي المندولينه دي، اللي هي قطعت البطاطس والقشره والحاجات اللي بتقطع الخضار كله ده، حلوه برضو. بس انا بقول يعني ايه، اهو اللي ما عندوش يقدر يعمل يعني. مالها الحاجات دي مالها؟ ولا متعبه ولا حاجه على فكره، مش متعبه. انا ما تعبتش فيها ولا اي حاجه. انا واقفه زي ما انا واقفه كده هو، ولا حتى بهدوم كده هوب يلا في ساعتها. عملت حبه شيبسي محترمين جدا ومخرفشين يعني مش قادره اقول لكم. تاني يوم احنا تاني يوم اهو، ولسه عندي الشيبسي مخرفش زي ما هو، لا طيره ولا اي حاجه. هنقول لكم بقى عملناه بالسكينه بقى اهو. هعمل بالسكينه اهو بنفس الطريقه اهو، بس السكينه بس تكون سنيه كده، تكون حاميه كده اهي، بنفس الطريقه اهو. بس البطاطس دي جت صغيره. هعمل بطاطس تانية برضو كبيره شويه، عشان البطاطسية تطلع الشيبسيه تطلع عريضه كده، عريضه وحلوه اهو، بنفس الطريقه كده. لو السكينه حاميه كمان شويه على فكره، مش حاميه قوي يعني.
كانت خلته ايه. اهو، اديك الفكره واعمل، يلي مش عارفه تعملي تقول لا انا هعمل ده مش عارفه ايه، في حاجات اوتوماتيك وحاجات مش عارفه، لا ولا اوتوماتيك ولا حاجه، كل حاجه جميله اهي. اهي، هو مش بيجي كيس الشيبسي فيه برضو قنصاص كده عادي اهو، ورقيقه خالص اهي، مرايه اهي. اهو نفس بتاع اهي، نفس بتاع الصغنونه دي، حتى لو اشتريتيها ما هتبقى حوالي بقى 10 15 جنيه دلوقتي يعني. اهو، نبدأ بقى ايه نغسله كده، حلو حبة حلوين اهو، اكتر من كيس شيبسي اهو. تشوفوا كيس الشيبسي بكام، تشوفوا دول هيطلعوا لك كام كيس شيبسي، وتحطوا له برضو اطعمه وهو يبقى حلو في منتهى الجمال. اهو اهو. نبدأ بقى نغسله عشان مية النشا اللي فيه دي. شوفوا مفرد واحدة من واحدة ازاي، نفس الطريقة كده. بعد ما نغسله بقى هحط له اطعمه كده بقى، لو عاوزه تحطيها، مش عاوزه والله احلى حاجه كمان من غير ما احط اطعمه. دي معلقه ملح، طبعا حطيته في ميه، ودي بقى معلقه بهارات كفته، لو مش عاوزه تحطيها ما تحطيهاش، بتدي طعم برضو، بتغير طعم الشيبس العادي يعني. ودي معلقه بابريكا مدخنه او معلقه ونص، ودي ربع كوبايه خل كده ايه. كده دي طريقه اهي. كده بقى تنقعي شويه اقل حاجه او اقل حاجه ساعه، ساعتين او ساعه، حلوه قوي يعني. هو هيتغير لونه شويه بس هيبقى طعمه حلو يعني. طبعا لازم في حاجات حمرا لازم تغير لونه شويه، ما الشيبس بيجي لنا لونه بجميع الاطعمه، ما احنا نعمل اطعمه في البيت اهو. طب بس جربوا الحاجات دي لاطفالكم وهتحبوها قوي. اللي ما بيجربش يعني يجرب، واللي بيجرب يبقى جدع، يبقى شاطر شطور. اهو شايفين الميه الحمرا دي هتدي لون حلو كده جميل للشيبس. بس التصوير بقى هيبقى ايه كده. خلاص اهو ركناها بقى على جنب. ده بقى حطيت فيها كركم بس ما اتصورتش. معلقه كركم، معلقه ملح، مع ليمونه، عصره ليمونه، خل برضو. ولو عاوز وبقى كده وهو على النار اهو هتشوفوه. اه شايفين الزيت رايق وهو ابيض وحلو ازاي، بنفس الطريقه، طلع بنفس الطريقه. لو عاوزه تحطي معلقه كربونات صغيره بتخلي الشيبسيه تقب خالص كده، والبطاطسيه تقب خالص، تبقى قابه كده زي العيش المنفوخ كده. والله جميله ومقرمشه وجميل. وده اللي هو ايه اللي محطوط فيه الاطعمه، اللي هو لونه متغير شويه عشان والبطاطسيه كانت صغنونه، اللي فيه بهارات الكفته والبابريكا المدخنه. اطعمه جميله جدا وشيبسي جميل اهو. بس هو اللون الطبيعي مش عارفه فين اللون الطبيعي. هيجي لون الطبيعي الوقت اوريه لكم اهو، يعني تحس ان ده اللون الطبيعي بقى، لون الشيبس الطبيعي بجد يعني. بس التصوير هو اللي مختلف، هو اللي مش عارفه الكاميرا بتظلم الحاجه فعلا يعني، زي ما بيقولوا كده اهو. يعني تحس ان ده لونه الطبيعي كده، لون الشيبسي حطيته في علبه اهو. اهو نفس الطريقه الجميله دي اهو. يعني والله مقرمش خالص، ولا شارب زيت ولا حاجه، ده لمعه الزيت طبعا، بس ولا شارب زيت ولا اي حاجه، وجميل جدا.